أعزائي الطلبة والطالبات، بعد الترحيب بمديرنا الفاضل، زملائي أعضاء هيئة التدريس الكرام، أعزائي الطلبة والطالبات، سوف نتحدث اليوم عن شخصيات تاريخية مؤثرة في حياتنا. قبل ما نتحدث عن تلك الشخصية التي أثرت في حياتنا في التاريخ المعاصر، سوف نقول لكم معلومة هامة. تم حلف أو قسم اليمين للمحافظ الغربية الجديد الدكتور اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي. تم استلامه مهام المحافظة بالأمس. يبقى المحافظ الغربية الجديد اسمه اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، محافظا جديدا للغربية. المحافظ السابق كان اللواء أشرف الجندي. يبقى المحافظ اما تيجي حد يسألك عن معلومة ديت، معلومة تهمك، المحافظ الجديد للغربية هو اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي. طبعا ربنا يعينه على مهام المحافظة واستكمال مشروع حياة كريمة. اليوم سوف نأخذكم إلى جولة تاريخية تحت عنوان مصر تتحدث عن نفسها، يبقى الأثر تاريخ مصر الحديث. اخترنا شخصية اليوم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الشخصية ديت مهمة في حياتنا أعزائي الطلبة والطالبات، حيث قام بالعديد من المحاور الأساسية التي غيرت نظام الحكم كاملة. قبل استلام الزعيم جمال عبد الناصر الحكم كانت مصر ملكية، وكان هناك القانون الزراعي عدم استغلال الفلاحين استغلالا سيئا. الزعيم او الشخصية ديت قامت برد الاراضي الزراعية في قانون الاصلاح الزراعي الذي يعتبر من اعظم القوانين في مصرنا في العصر الحديث. يبقى الشخصية ديت اول حاجة قام بعمل قانون الاصلاح الزراعي. تاني حاجة اعزائي الطلبة والطالبات نفتكرها للشخصية ديت ونترحم عليها، اول حاجة الغاء نظام الملكية. اصبحت مصر جمهورية مصر العربية، لغى نظام الملكية وطرد البشوات والبكوات والحاجات دول اللي كانوا بيعملوا نظام الاقطاع. يبقى الشخصية دي مهمة في حياتنا، حيث اثرت في حياتنا في قانون الاصلاح الزراعي وتساوى الفلاحون باستلام اراضيهم. تاني حاجة غير البشوات كانوا بيستلموا العزب والاقطنان والحاجات دي كلها براحتهم. يبقى الشخصية دي مهمة جمال عبد الناصر. ثالث محور عمله بردك مهم جدا واثر في الدخل القومي لمصر، وهو تأميم قناة السويس عام 1954. دي خطوة مهمة. كان خير قناة السويس للاحتلال البريطاني والفرنسي، كله بيشارك فيه. قام باتخاذ قرار هام مواجها التحديات العالمية في ذلك الوقت، وقام بمشروع تأميم قناة السويس. يبقى الشخصية ديت عملت 3 محاور باختصار كده. أول حاجة تأميم قناة السويس، تحويل مصر من ملكية إلى جمهورية. ثالث حاجة ودي اللي مهمة أوي في البيئة الريفية اللي هو قانون الإصلاح الزراعي. قبل ما نختم عزت هيقول لنا معلومة تهمك. اتفضل يا عزت. الزعيم جمال عبد الناصر هو زعيم الأمة العربية، وهو صاحب فكرة تأميم قناة السويس، وهو قام بإلغاء الملكية وأصبحت مصر جمهورية وطنية. تمام، شكرا يا عزت. يبقى ختاما لهذه الفقرة هي تحت عنوان شخصية تاريخية أثرت في حياتنا، وشكرا لحضراتكم وإلى لقاء آخر في شخصية ومعلومة.